بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا أنصار الأقصى، يا أحباب الأقصى، هذه القافلة من مئات حالات الاختناق. البرابرة الإسرائيليون، التتار الإسرائيليون، النازيون الإسرائيليون أطلقوا عشرات قنابل الغاز على داخل المسجد. كل من كان في المسجد أصيب باختناق. لا أريد أن أرى على وجه واحد منكم إلا شعور بالاعتزاز. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. إلا شعور بالاعتزاز. الله أكبر ولله الحمد. أنتم اليوم شرف مش الشعب الفلسطيني ولا العرب، أنتم شرف الأمة الإسلامية كلها. الله أكبر ولله الحمد. نحن أتينا من أجل أن نرابط في المسجد الأقصى، لأنهم هم أعلنوا أنهم يريدوا اقتحامه وتدنيسه. أنا أتحمل كل المسؤولية عن كل كلمة أقولها. أنا لما ناديت للرباط، لما ناديت لنأتي إلى هنا، لم أختبئ في بيتي، إنما أتيت لأكون بينكم يا أبطال الأمة. الله أكبر. الله أكبر. هذا المسجد الأقصى كله لنا، ليس لليهود حق ولو في ذرة تراب واحدة فيه. إن كانوا يملكون السلاح والغاز والهروات ويملكون كل هذه الوسائل، نحن نملك حقا قرآنيا بأن هذا المسجد لنا. والله كما رحل الصليبيون بعد 90 عام عن القدس والأقصى، سيرحل الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني عن القدس والمسجد الأقصى. الله أكبر ولله الحمد. لذلك أنا كنت متأكد إن كل واحد منكم جاي وعارف إنه ممكن يعتقل، ممكن يجرح، ممكن يستشهد، ممكن يختنق، ولا واحد منا جاي إلى هنا وعارف أنه ينتظره هنا باقات ورد.